يا صباح الفل والياسمين على متابعينا الجامدين مشاهدي قناة قعدة الكويرة. اهلا بكم اصدقائي في فيديو جديد هنتكلم فيه عن كل اللي شفته في العنوان: حرق الدوري المصري، الفرق اللي هتفوز، مين هيفوز بالدوري، مين هيروح بطولة افريقيا والكونفدرالية، مين هيكون في التوب 7 احسن 7 اندية في الدوري، مين هينزل لمناطق الهبوط ل 14 فريق اللي هتنافسوا، ومين هيهبط السنة دي. كل ده واكتر يا صديقي هتشوفه معانا في فيديو النهارده، فخليك متابعنا ودوس لايك واشتراك للقناة، ويلا بينا نبدأ عشان ما اطولش عليك. وقبل ما نبدا انا حبيت اتكلم معاكم في موضوع الدوري المصري، رغم ان الواحد بيكون غير راضي في وقت كتير على المستوى الفني عن فرق الدوري المصري، عن مستواهم الفني وعن الاداء اللي بنشوفه في الملعب، وكمان عن جوده التصوير، جوده الملاعب، كل حاجه بتبقى غير راضيين عنها، لكننا بنشتاق للحاجات دي. مفيش شك انها خدت مكان في قلوبنا. الملاعب اللي عندنا: استاد القاهره، استاد غزل المحله، استاد اسماعيليه، وكتير جدا استاد برج العرب اللي الكابتن مدحت قال انه احسن من الكامب نو في وقت من الاوقات. كمان عندنا الجماهير العاليه، جماهير النادي الاهلي، الجماهير العظيمه اللي بتهدف دايما باسم المارد الاحمر وبتكسر الدنيا، جماهير الفارس الابيض اللي بتدغدغ المدرجات في كل مناسبه للفارس الابيض، جماهير الاسماعيلي السمسميه دايما موجودين، جماهير الاتحاد اللي دايما مكسرين الدنيا في كل مكان، وجماهير المصري اللي رغم كل الظروف بتلاقيهم دايما موجودين، وجماهير غزل المحله. غزل المحله دايما ليه جمهور عظيم، ودايما ليه ملعب تاريخي، ودايما بتلاقيهم موجودين. كل الحاجات دي هنلاقيها السنه دي. الواحد مبسوط بعوده الايجيبشن ليج، الدوري الامتع. وعشان ما اطولش عليك يا صديقي، يلا بينا نبدا في حلقتنا النهارده. عندنا 21 فريق هنقسمهم لسبع فرق فوق اللي هم هيتنافسوا على القمه، على المراكز المؤهله لبطوله افريقيا والكونفدراليه، وال 14 فريق اللي هيتنافسوا على مراكز الهبوط. اول حاجه خلينا نقول السبع فرق، طبعا هيكون منهم الاهلي، زمالك، بيراميدز. الثلاثه بشكل كبير هيكونوا موجودين، وهضيف معاهم سيراميكا كلوب. سيراميكا فرقة كبيرة جدا، انا اتوقع ان سيراميكا هيكون موجود، والمصري ونادي زد والبنك الاهلي. ده توقعاتي: سيراميكا والزد والبنك الاهلي والمصري مع الاهلي والزمالك وبيراميدز. ويلا بينا بقى ناخد ال 14 نتسلى فيهم الاول، وبعدين نطلع لفوق. المركز ال 21 واللي هيكون اول الهابطين انا اعتقد ان هو هيكون وادي دجله. وادي دجله فريق ما دعمش بشكل كبير، انا شايف انه ممكن يكون هو اول الهابطين. في المركز ال 20 كهرباء الاسماعيليه. الكهرباء عامل موسم صفقات جامد جدا، وانا عن نفسي اتمنى بقائه في الدوري المصري، لكن بصراحه المنافسه صعبه جدا، وفي فرق كتير دعمت وبشكل كبير، فانا شايف ان الكهرباء الاسماعيليه صعب يكون موجود الموسم الجاي. والمركز ال 19 والثالث الهابطين غزل المحله. يؤسفني اقول لك ان غزل المحله هيهبط، انا عن نفسي ما اتمناش انه يهبط، اتمنى انه دايما يكون موجود، والفرق الجماهيريه عموما تكون موجوده في الدوري. لكن المحله ما قدمليش المستوى اللي يضمن وجوده، المحله بصفقات لسه ما قدمش، فانا ما اعتقدش ان المحله برضه هيكون موجود. يعني الهابطين وادي دجله والكهرباء والمحله. في المركز ال 18 المقاولين العرب، اول ناجي من الهبوط. والمركز ال 17 حرس الحدود، التاني وراه. المركز ال 16 الجونه، رغم انه عنده فرقه كويسه ولاعيبه كويسه، لكن الجونه ما بيعرفش ينافس فوق. نروح للمركز ال 15 الدراويش، نادي الاسماعيلي. اتمنى الاسماعيلي، خايب ظني، اتمنى الاسماعيلي يكون في مركز احسن، لكن انا من تفاؤلي كمان حاطه 15. الاسماعيلي ممكن تلاقيه في الهبوط تحت، وربنا يستر السنه دي ويعدي على خير. ونروح للمركز ال 14 وانا توقعي انه هيكون مودرن سبورت. مودرن برضه من الفرق الكويسه السنه دي. المركز ال 13 طلائع الجيش. والمركز ال 12 نادي فاركو. فاركو عنده لعيبه كويسه وجهاز فني جيد جدا. ونروح للمركز ال 11 نادي سموحه. سموحه بعد تدعيماته اتوقع انه يكون في مركز افضل وهيكون ال 11. في المركز العاشر نادي انبي. انبي برضه من الفرق الكويسه ودايما موجود عندنا في الدوري المصري. في المركز التاسع ونروح بقى للقمه بتروجيت. توقع ان ده احسن 9 هيكون منهم بتروجيت. بتروجيت عنده فرقه محترمه جدا، عنده لعيبه على اعلى مستوى، وبنشوف ان الاهلي والزمالك وبيراميدز وكثير من الانديه بيتنافسوا عليهم بمنتهى القوه. ونروح للمركز الثامن وانا اتوقع الاتحاد السكندري. اتمنى الاتحاد يكون في احسن 7 وينافس انه يكون في مجموعه القمه، لكن اتوقع الاتحاد هيكون المركز الثامن بعد قدوم الكابتن احمد سامي. ونروح للمركز السابع وهيكون
من نصيب نادي زد. نادي زد هيكون في احسن 7 وهينافس في مجموعة القمة من بدري وهيريح نفسه بدري. المركز السادس هيكون البنك الاهلي. كابتن طارق مصطفى عامل شغل عالي قوي. الكابتن طارق حاجة تقيلة جدا وعامل شغل محترم جدا. انا اتوقع انه هيكون المركز السادس. ونروح للمركز الخامس واللي هيكون النادي المصري. النادي المصري دايما فرقة محترمة في وجود الضعف المالي، في وجود كل الكلام ده النادي المصري موجود وبينافس بمنتهى القوة، ولكن اتوقع انه مش هيروح الكونفدرالية السنة دي وهيكون المركز الخامس. لان المركز الرابع هيكون سيراميكا كليوباترا. سيراميكا فرقة محترمة جدا وعندها جهاز فني محترم، اداء فني على اعلى مستوى. الكابتن علي ماهر طبعا بيكسر الدنيا، صفقات من اللي نفسك فيها، كل الكلام ده بيكون موجود في سيراميكا كليوباترا. فانا اتوقع ان سيراميكا السنة دي هيكون مركز رابع مرتاح. ونروح للتوب 3 احسن 3 فرق في الدوري. الاهلي والزمالك وبيراميدز، ولا الزمالك والاهلي وبيراميدز، ولا بيراميدز اهلي زمالك؟ كل الشقلبة دي هنشوفها دلوقتي. بص يا صديقي، عشان نكون متفقين، الزمالك هو الوحيد اللي مش جاهز 100%. الاهلي جاهز، فرقة محترمة جدا. نادي بيراميدز جاهز، فرقة على اعلى مستوى. نادي الزمالك بدأ يبني فرقة بقدوم جون ادوارد ويانيك فيريرا، بدأوا يظبطوا دنيتهم. فانا اعتقد ان الزمالك هيكون منافس شرس السنة دي، ومع الثلاثة هيكون صراع ثلاثي على اللقب، مش هيكون ثنائي زي اخر 3 سنين. انا اتوقع ان الاهلي والزمالك وبيراميدز هيكونوا في منتهى القوة السنة. والمركز الثالث هيكون نادي بيراميدز. بيراميدز هيكون الثالث السنه دي، هيكون الثالث لان الزمالك هيرجع تاني. الزمالك هينافس بمنتهى القوه، وانا اتوقع ان الدوري هيرجع ثنائيه الاهلي والزمالك، القطبين اللي نفسنا دايما يكونوا فوق، الاهلي والزمالك. نادي بيراميدز عنده فرقه محترمه، كواليتي على اعلى مستوى، مدير فني كبير، لكن انا اتوقع ان بيراميدز هيكون المركز الثالث. والمركز الثاني هيكون نادي الزمالك. الزمالك هيكون الثاني، مش هيفوز بالدوري السنه دي، لكن الزمالك هيرجع بمنتهى القوه وهيروح بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى منذ 3 سنين، وبصراحة أنا أتمنى أنها تحصل عشان عشاق الفارس الأبيض. ونروح للمركز الأول، بطل الدوري النادي الأهلي. ويا جماعة ده مجرد توقع، كل واحد حر ويختار اللي هو عايزه. أنا شايف إن الأهلي أجهز فرقة والأعلى كواليتي، والأهلي بيحب الدوري والدوري بيحب الأهلي. أنا شايف إن الأهلي هو الأقرب، مستوى فني على أعلى مستوى، لعيبة كبيرة جدا، فأنا شايف إن الأهلي هو الأقرب. وأنت يا صديق ما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات. شايف مين اللي هيكون في الهبوط؟ شايف مين هيفوز بالدوري السنه دي؟ مين هيروح افريقيا ومين هيروح بطوله الكونفدراليه؟ وبكده يا اصدقائي نكون خلصنا الحلقه النهارده، لكن انتظر تشكيلات المتوقعه، كل حاجه هتلاقيها عن نادي الزمالك ومباراته بكره المهمه جدا مع سيراميكا في افتتاحيته في الدوري، وكمان بيراميدز وادي دجله هننزل لكم التشكيل المتوقع للفريق نادي بيراميدز. انتظروا يا اصدقائي وتابعونا عشان تاخدوا كل جديد. لايك للفيديو، اشتراك للقناه، شير للقناه عشان نقدر نكبر بدعمكم، وسلام.